أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة وقناة الوطن الدولية نيوز، أهلا ومرحبا بكم اليوم من داخل نادي الأسطول البحري بالإسكندرية بمهرجان جائزة الإبداع الرياضي الذي ينظمه المهندس نبيل ياقوت رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تيم. اليوم معنا لاعبين ورؤساء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والمجتمع المدني. ابقوا معنا. أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة وقناة الوطن الدولية نيوز، أهلا ومرحبا بكم. اليوم معنا النجم القدير أحمد الكاس نجم النادي الأولمبي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، إزي حضرتك؟ ربنا يخليك. طبعا ممكن تقول لنا النهارده انطباع حضرتك في التكريم؟ والله أنا في قمة سعادتي، يعني أولا قمة سعادتي مش عشان التكريم لأحمد الكاس، لا، لكن التكريم اللي أنا بشوفه في شفته النهارده. يعني باشمهندس نبيل عامل حاجة وطفرة كبيرة جدا، يعني تكريم فعلا الرياضيين بنموذج كبير جدا ومحترم جدا. النهارده لما بنشوف يوسف من فلسطين، ربنا يعفو عننا وعنه، نازل من غير ايدين ولا رجلين، وعنده الاصرار والعزيمه ديت، ودي في بدايه الحفله دي. في الاول انا كنت حزين يعني، لكن لما بصيت الرغبه والاصرار والاراده اللي موجوده عنده، يعني انا انبهرت وسعدت جدا كمان ان ده يعني يقول للناس ان مفيش حاجه تمنعك عن الرياضه، مفيش حاجه تمنعك انك انت تحقق بطوله، مفيش حاجه تمنعك، انت تقدر تتحدى اي حاجه بارادتك، طبعا بفضل الله اولا واخيرا، ثم ارادتك وتصميمك وعزيمتك. كل الرياضيين اللي انا شفتهم في حياتي، انا قابلت النهارده طوائف كتيره جدا من لعيبه كره قدم، للعيبه باسكت، لهاند بول، للمصارعه، لذوي الاحتياجات الخاصه، حاجات جميله جدا فرائعه. فطبعا كل الشكر طبعا لباشمهندس نبيل والقائمين على الحفله، حفله جميله وممتعه، اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. ايه النصيحه اللي حضرتك تحب توجهها للشباب الناشئين؟ انا نفس النصيحه ديت يمكن قلتها وبقولها تاني بكررها، نبذ التعصب. احنا عايزين نبعد عن التعصب. يعني ايه تعصب؟ يعني ان انا انتمائك لفريق، انتمائك لمكان، اوكي ده شيء جميل جدا، بس دون المساس بالفريق الاخر او دون المساس باي شخص اخر. نشجع، نفرح، انتمي لفرقتك، ازيرهم، اقف معاهم، بس خلينا نبعد عن التعصب، لان التعصب ده بيولد حاجات كتير مش كويسه. احنا في دور المنافسه، الرياضه دي منافسه، المنافسه مش معركه. يعني في فرق بين المنافسه والمعركه. المنافسه يعني في فرقه تكسب وتخسر، انما معركه يعني في واحد لازم يموت او واحد لازم يتعور، ده احنا مش عادة. هي دي الرياضه بتحسنا على منافسه. فانا عايز اقول لاولادنا، اقول لشبابنا، نبعد عن التعصب، شجع فرقتك، احترم فرقتك، ازيرها ووقف معاها وسافر معاها، لكن احترم الفريق الاخر دون انك انت تمثل الفريق الاخر. ايه حضرتك في الكابيتانو الذي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لا، طبعا كابيتانو مصر طبعا ده مشروع كبير جدا بتوجيهات طبعا من سياده الرئيس، والحمد لله كان ليا الشرف ان انا ابقى كل واحد من اعضاء الجهاز الفني الموجود معاهم. مشروع كبير جدا، مشروع محترم. حتى البرنامج اللي معمول، برنامج يعني يمكن اثار يعني كان حدث كبير جدا لمصر. انا واحد من الناس اللي كنت بتفرج على بعض الحلقات فبصيت بكيت، عيطت، لان من الدراما اللي فيها. لكن ان شاء الله باذن اولادنا دول احنا ان شاء الله باذن الله نشوفهم في احسن حال، ونشوفهم في حاجه، في مكانه كويسه، بيتحط لهم برنامج ان شاء الله باذن الله كويس جدا، على اساس ان احنا نرتقي زي ما بندور على علماء وخبراء والكلام ده كله. احنا برضك عايزين نكتشف، ومعانا نموذج جميل محترم، مثال بالنسبه لنا ولا مثال اعلى، كابتن محمد صلاح، لعيب كبير جدا، لعيبه ليفربول، ده نموذج بالنسبه لنا عشان اللعيبه ازاي توصل لمحمد صلاح. شوف محمد صلاح مسيرته كانت عامله ازاي وتعب قد ايه عشان توصل له. ده النموذج اللي احنا حاطينه في كابيتانو مصر. طبعا الشركه متحده بالشراكه طبعا مع وزاره الشباب والرياضه، قد ايه انك انت تشوف مسيره محمد صلاح تعب قد ايه عشان يوصل، انت برضك كذلك لازم تتعب عشان توصل. احمد الكاس، شكرا لحضرتك.